عليكم السلام عليكم. طيب نحلها للدكتور محمد. ايه موضوع الظهورات ده؟ بس قبل ما اخش، لا قبل ما اخش في موضوع الظهورات، انا ليا فقط تعليق على موضوع بحيره. اتفضل. لان موضوع بحيره برضه من ضمن الموضوعات اللي برضه هدخل فيها القمص زكريا، معلش معذره. فيعني تواجدنا للرد على هذا الرجل بشكل اكبر، يعني لان احنا بنرد ولا لا نسب ولا نشتم ولا اي شيء. احنا كل مهمتنا ان احنا بندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وندعوه الى الحوار. ان كانت كلمه المناظره بتسبب شيئا في معدته فبنقول له حوار، نقاش، اطلع كده وواجه الناس. المفروض الواحد يجيب واحد يقعد معاه مسلم، لو عايز تتعلم الاسلام اسال مسلم. فادعى ملأ الدنيا صياحا في يوم من الايام: عثرنا على كنز. ما هذا الكنز؟ مذكرات بحيرة الراهب. هذا ما ذكره. مذكرات بحيرة الراهب، كان بيكتب يوميات. واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب، فقلنا ماشي، ما فيش مشكلة. الراجل لقى مذكرات بحيرة، جاب طبعا المقدم او المذيع اللي موجود معاه الذي يوافقه على كل شيء، حتى وان قال ان الشمس قد ظهرت اليوم من جهة الغرب هيقول له امين يا ابونا. فقاعد الراجل معاه وقاعدين فاتحين المذكرات وبيقروها. فقرأ لنا شيء، وبرضه موجود على اليوتيوب، اللي عايز يراجع يخش يشوف صوت وصورة الاثنين مع بعض. قرأ لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس أمام بحيرة ويعلمه، مع أن حديث بحيرة أساسا مشكوك فيه، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس معه ولا مرة ولا رآه. ولكن خلينا نمشي معاه لغاية الآخر. جلس وقعد وفتح شوية أوراق قدامه بيقرأ منها، وبيقول ده على كلام على لسان بحيرة: علمت محمدا التثليث في الصلاة، أو أن يصلي الصلاة تثليثا. طب التثليث جاي ازاي يا حضرة القمص؟ قال: في افتتاحية الصلاة يرفع يديه إلى أذنيه، الإيدين مع الراس يبقوا تسليس، يبقوا ثلاثة. هذه واحدة. وفي نهاية الصلاة علمته أن يسلم تثليثا، وده بقى ما يندى له الجبين، يعني أن يسلم تثليثا. كيف التثليث؟ قال: ينظر عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ينظر عن يساره فيقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ينظر أمامه فيقول السلام عليكم ورحمة الله. والله عجبت لهذا الكلام. فأنا والله يا شيخنا الحبيب، يعني هل لم يرى صلاة للمسلمين قط؟ لا، ما شافش. يعني هل هذا الرجل لم يرى حتى في التلفزيون، حتى في شاشات الفضائيات في أيام صلاة العيد، ألم يرى أن الرجل يسلم عن يمينه وعن يساره وما فيش سلام للأمام؟ ما يهمهوش. سبحان الله العلي العظيم. المهم إنه يسمع كذبه اللي هو عايز يوصله لهم. ونرجع تاني نقول: فاستخف القوم وفاطمة. معانا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم بارك يا أستاذ محمد. يا مرحبا. كنت عايز من سيادتك توجه رسالة للناس اللي بيمارسوا عادات خاطئة، خصوصا في الأماكن اللي زي أسيوط والمنيا اللي بيتواجد فيها عدد كبير من المسيحيين. تمام. والعادات دي سيادتك إن هم بيجوا يا شيخنا في الأعياد بتاعت الإخوة، في أعياد النصارى، وبيجوا في دير المحرة والمناطق اللي في درونكا دي، والمسلمين بيروحوا بيتبركوا هناك وبيدخلوا الكنايس. يعني ده نوع من الشرك. ماشي. حاضر يا اخي. سيادتك توجه لهم رساله ان هم يبتعدوا عن حاجات زي دي. كفايه علينا الصوفيه، فما بال سيادتك بالعادات السيئه دي. حاضر يا اخي. حاضر. اكرم رحمك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا باهل المملكه. يا مرحبا. خفض صوت، اسمعنا من الهاتف يا اخي، وخفض صوت التلفاز لو سمحت. كيف حالك يا مولانا؟ هلا بيك يا مرحبا. اتفضل. صوت التلفاز يا مولانا. حياك الله مولانا. حياكم الله. يا مرحبا بحضرتك. مرحبا بيك. والله كنت بضيف اضافه بعد اذن حضراتكم. اتفضل. بقول اسال اخواننا، ولا يجوز ان نقول اخواننا، بقول نسال النصارى: عندما يشفع المسيح لمن يشفع؟ لإله مثله أم ماذا؟ أحسنت. إله يشفع عند إله؟ نعم. إلهين؟ نعم. نسأل هذا السؤال فليجيبونا عنه. أحسن الله عليك. هذا أمر في بداية الأمر. وثاني الأمر أقول لحضرتك من بعض يعني الناس، لا نقول المشايخ أو الدعاء، ولكن أقول من يقول إخواننا، هذا لا يجوز القول به. إخواننا ليسوا بإخواننا والله. تنزل. من يعتنق الإسلام هو أخونا. تمام يا شيخ. من لم يعتنق الإسلام فليس بأخينا. مش مجاله عشان مش عايزين نزعل حد.
انا حريص على المشاهد المسيحي، وانا ماشي يا بقول مولانا. والقول الاخر اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل بعد اذن حضرتك اتفضل اكمل بس لحضرتك دقيقه. اتفضل اتفضل. اما في بعض الاسئله وردت ان السيده مريم تظهر ام لا تظهر، فهذه اصلا عقيده تسمى عقيده الرجعه، وهي من عقيده اليهود. نعم. فيرجعوا الى اصول اليهود ويعلموا ان دينهم في الاصل هو خليط كما يعلمون. تمام. لو انهم نظروا في كتبهم وفي كتب غيرهم يعلمون ان هذه العقيده كما نقول في عصرنا الحالي كوكتيل. ونسال الله عز وجل لكم التوفيق، ونسال الله عز وجل ان ترفعوا الرايه اعلى واعلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يكمل الدكتور في موضوع الظهور. اي نعم. بس جزئيه كمان بس حته بحيره. المهم المذكرات يعني زي ما تقول حضرتك ايه بقى في فضول يعني لازم ايه المذكرات، فدخلنا. هو كتر خيره طبعا، انا يعني شاكر له ان هو رفعها على موقع، فدخلنا لقينا المذكرات مكتوبه كالاتي. والله يا شيخنا الكريم كده، وبرضه كل حاجه موجوده على النت. مذكرات بحيره، انتظر بس. وجدنا مذكرات بحيره مكتوبه على ورق على ورق A4 على ورق جدا. لا ورق A4 حديث جدا. خد بال حضرتك ازاي؟ اوعى تقول لي مكتوب على الاقل كاتبه كمان. استنى بس. بقلم بيك واخد بال حضرتك ازاي؟ واحيانا بحيره كان بيغلط فجايب كوريكتور. والله موجود على النت. فجايب كوريكتور وماسح الخطا، واخد بال حضرتك ازاي؟ وعامل ايه؟ وبعدين كمان في الوان، يعني انت عارف ايه الكلمه بيصححها باللون الاحمر. يعني بسم الله ما شاء الله كانت الحياه متقدمه جدا. بحيره ده اللي كان قاعد في الصحراء ما كانش يا دوبك بياكل بالكاد، هكذا يكتب مذكراته بهذا الشكل ويدعي فيها أنه علم سيدنا رسول الله. بالله عليكم، هذا الرجل مسيحي، هذا الرجل مسيحي، واخد بال حضرتك ازاي؟ يتحدث عن المسيح، يعبد المسيح، ثم يوحي قرآنا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويعطيه قرآنا ويعلمه قرآن يقول فيه الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. غير معقول. هل هذا عقل؟ يعني الرجل يكفر نفسه؟ لا. يعني ألا يعقلون؟ أليس منهم رجل رشيد يستطيع أن يجري أو يعرف الحقيقة ويسأل مشايخ المسلمين ويسأل علماء المسلمين؟ وتجد المسيحيون يطنطنون على هذا الكلام ويصيحون: وجدنا مذكرات بحيرة. أي مذكرات حماكم الله؟ أي مذكرات هذه؟ صدق الله سبحانه وتعالى. أما عن مسألة الظهورات سيدي الفاضل، أنا نفسي أعرف، أأكد على سؤال الأخ الكريم اللي اتصل. هل قدست، وده سؤال بوجهه للقمص، هل قدست السيدة مريم الصليب؟ هل في يوم من الأيام شافت الصليب أو عرفت الصليب أو قدست الصليب حتى تظهر على كنائس النصارى وتدور حول الصليب؟ ما حصلش. موجود في كتبهم أن الشيطان، ولا عجب فإن الشيطان نفسه يتشكل أو يغير شكله في صورة ملاك نور. نعم، نقول المكان بالظبط. الله المستعان. والذي يظهر هو نور. ثم خليني أسألهم: لماذا لا تظهر السيدة العذراء للمسلمين في المساجد تدعوهم إلى عبادة ابنها؟ خليني أسألهم: لماذا لا تظهر السيدة العذراء ولها عندنا في ديننا كل الاحترام وكل التقدير، فهي من سيدات نساء العالمين، هذه السيدة عليها السلام الطاهرة المبرأة من كل عيب. نعم. لماذا لم تظهر للنصارى وتكلمهم؟ ما وجدناه إلا إضاءات يثبت بها الرهبان والقساوسة أتباعهم من النصارى ومن عوام النصارى. نعم. على ما هم فيه. ليتنا نتناقش يعني الكتاب المقدس بينص على ان ممكن يظهر الشيطان في شبه ملاك نور. نعم. أي نعم. وهذا ما حدث مع بولس. بولس هل رأى المسيح؟ بولس لم يرى المسيح، ولكنه رأى نور. رأى نور. هذا النور، أنا أوجه سؤال للنصارى: من أدراكم أن هذا النور هو السيد المسيح؟ ليه مش الشيطان؟ وعندنا نص يؤكد أنه الشيطان. والكتاب ينص على أن الشيطان عندنا نص. وبولس غير. طب طيب. ماذا فعل بولس أيضا؟ جميل. نعم. هذه لهم يفكروا فيها، وموجود النص في كتابكم في رسائل بولس. معنا اتصال. السلام عليكم. مرحبا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. لو سمحت بس يا اخي. اتفضل. الو. اتفضل. لو سمحت انا عندي سؤال بس صغير، ممكن؟ اتفضل. كان يعني في سؤال محيرني بالنسبه لممكن طفل مسيحي لسه مولود واتربى على الديانه المسيحيه، وهو لا يفقه طبعا شيء من طفولته. سمع من والدته وسمع من باباه ان هو ده الدين بتاعه، لغايه ما عودوه على كده واتاقلم على كده،
وكبر وعنده بلغ واتولد في اسره مسيحيه كامله. زي برضه كذا المسلم عمره ما لما يكبر هيخرج من الاسلام، ولا المسيحي عمره ما يكبر هيخرج من المسيحيه. ده مصيره ايه، او نقول عليه ايه؟ هو حضرتك مسلم ام مسيحي؟ تمام كده. انت مسلم ولا مسيحي الاول؟ لا انا مسلم. طيب بتسأل في ايه بالظبط؟ بسأل الطفل الوليد الرضيع الذي يولد على الفطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه